ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. هنعمل النهارده البسيسه بطريقه حلوه قوي قوي، حاجه كده بتبقى اخف من الكيكه، وعايزه اقولك ان هي صحيه لان هي معموله بدقيق الذره. فيلا نقول بسم الله ونبدا في المقادير. اول حاجه هنجيب بوله معانا غويطه نحط فيها بيضتين بدرجه حراره الغرفه، كل اللي هنستعمله يكون بدرجه حراره الغرفه، ودي حاجه مهمه جدا جدا في الوصفه. هنحط البيضتين عليها كوبايه الا ربع من السكر، نضرب فيهم كويس قوي قوي لحد ما يوصل بالشكل اللي قدامنا دوت، يكون عامل زي الفوم ولونه ابيض كده فاتح. هنضربه كويس جدا مده دقيقتين كده لحد ما يوصل للقوام ده. عايزه تضربيه بمضرب كهربي مفيش مشكله. وبعد كده هننزل عليه بنص كوبايه من الزيت، ونراعي يا جماعه ان احنا واحنا بنعير الحاجه نكون بنفس الكوبايه اللي احنا بنعاير بيها. وبعد كده هننزل عليها بباكت من الفانيليا البودر، عندك سايله حطي نقطتين. بعد كده معلقه كبيره من الخل وكوبايه من اللبن، ممكن تحطي نص كوبايه لبن عليها نص كوبايه ميه، هيطلع معاكي حلو ومفيش مشكله برضه. هنقلب كويس قوي قوي كده عشان نخلط المكونات مع بعض، ونكون مجهزين كوبايتين من دقيق الذره يكونوا منخولين، وكوبايه من الدقيق الابيض وبرده منخول، كله منخول. وبعد كده عليهم ذره بسيطه من الملح وباكت من البيكنج باودر. وبعد كده هنقلبهم كويس قوي ونقلبهم بالراحه عشان الهواء ما يطلعش منها. هنقلبه بقى بالراحه خالص لحد ما القوام يتجانس معانا وكله يختلط ببعضه وما يبقاش فيه تكتل في الدقيق بتاعنا. وبعد ما اضربه هلاقي ان هو محتاج معلقه من الدقيق كمان، هحطها عليه عشان القوام بتاعنا يكون تقيل شويه. واحنا بنجهز المكونات عشان بقى نحطها على بعض السايله اللي هي البيض والحاجات دي، وفي اللحظه ديت هنروح نولع الفرن عشان يبدا يسخن معانا، عشان لما نخلص الخلطه بتاعتنا او العجينه بتاعتنا هنحطها في الفرن. والفرن لازم يكون سخن معانا جدا، ما يبقاش بارد، عشان لو بارد هيبوظ منك الكيكه او البسيسه او اي حاجه هتحطيها. وبعد كده عشان نختبر ان هي اتعملت صح ومظبوطه، هتجيبي خلة السنين او السكينه هتحطيها في النص البسيسه، عشان النص هو اكتر حاجه بتحتاج تسويه شويه اكتر من الحروف. فبعد لما خلة السنين او السكينه تطلع نظيفه يبقى هي كده استوت تمام. طلع فيها شويه من العجين يبقى هي لا لسه نايه من جوه ومحتاجه شويه وقت كمان، بس تتابعيها برضو. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتنا، هنا حبه من الزيت حلوين عشان ما تلزقش معانا. وبعد كده هحط فيها الخلطه بتاعتنا، وهكون حطاها لنص الصينيه عشان طبعا نراعي ان هي ترتفع فما تدلقش مننا او حاجه تحصل، نكون في الامان يعني. بعد كده هنحطها في الفرن لمده 30 او 35 دقيقه على حسب فرنك، وتختبريها بعد ال 30 دقيقه. ما تفتحيش عليها بقى قبل كده عشان ما تهبطش منك. وبجد خفيفه قوي، طعمها حلو جدا، وما تقلبهاش من الصينيه الا لما تبرد تماما. كده خلصنا الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه. باي باي.